بقلب السما عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه فيديو جديد من وادي نمار، مخرج 24 وادي نمار يا جماعه. بس النهارده وادي نمار كان زحمه جدا جدا جدا. جبنا بقى سفند مصر واحنا جايين من منفوحه الكيلو ونص ب10. تمام، فقلنا بقى نتسلع قبل ما يولعوا الفحم ونشوي. اهو يا جماعه وادي نمار اهو. المكان حلو جدا بصراحه، المكان حلو قوي قوي، بس كان زحمه جدا 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 النهارده. زحمه قوي بمعنى الكلمه، زحمه بجد بجد مش هزار. سما قوم حط لنا ايه؟ بتاكل برشاميلو. انا افتكر بنتي بتقول بتاكل بشاميلو. على البرشاميلو بتقول لك بشاميلو. انا ما بحبش البتاع ده. كفايه يا سما، انت بق خضار. هاتي حبيبتي يا لطفي. وسع ادي خالو احمد. وسع. بص يا جماعه ولادي شباب بابام مش واخدين حاجه مني بصراحه. خلي احمد وقف. ما خدش باله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الوادي حلو جدا. الناس زي ما انتم شايفين اهي. طبعا المصريين هنا ما شاء الله كل واحد جايب حله محشي، الا انا ما جبتش محشي. هروح دلوقتي اقول لهم هاتوا محشي. وعلى فكره يا جماعه بشكر كل الناس اللي بتتفاعل مع فيديوهاتي وبتحط لي الاشتراك الجميل وبتحط لي لايك الحلو قوي قوي قوي. يعني ما شاء الله ربنا يخليكم ليا يا رب. انتوا عيلتي التانية على فكره، وانتوا اللي بيكوا هنقوى ونبقى عيله مع بعضنا. وقناتنا دي قناه سما اشرف هتبقى احلى قناه باذن الله على اليوتيوب. تعالى يا سمان. طبعا تعالى يا ريدي بالسكوتر. وريني السكوتر. طبعا الدعم لكم يا جماعه، والله بجد بجد يعني بعزكم اهو. سفند المصري بقى هنا بنبقى مستنيينه زي الايه، زي الحلاوه صراحه. السفندات هنا يا جماعه اطعمه برتقان هنا في السعوديه غريبه. الباكستاني والهندي واليمني والسوري. بصوا بصراحه ما فيش بعد السفند المصري. اقسم بالله تاني لما بيجي هنا السعوديه هو غالي غالي غالي. الكيلو بيبقى ده الكيلو ب10. يعني انا كمان كويس اني جبت كيلو ونص ب10 من الراجل النهارده. وتلاقي الناس عليه ما اقولكوش على السفند المصري هنا في حي المنفوحه. تعالوا نقوم مع بعضنا كده شويه. شايفين الجمال؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ المكان حلو جدا بصراحه، المكان حلو قوي قوي. حبيت اشارككم اللحظه الجميله دي معايا. زي ما انتوا يعني بتعلقوا لي تعليقات حلوه زيكم وحاجات حلوه جدا جدا منكم. طبعا انا حبيت اشارككم معايا برضو اللحظه دي في وادي نمار. مش وادي حنيفه يا جماعه، في وادي حنيفه وفي وادي نمار. احنا دلوقتي في وادي نمار اللي هو مخرج 24. بس لو حابين تجوا، نصيحه من اختي، تيجوا على طول من بعد الظهر، عشان من بعد العصر المكان بيبقى زحمه جدا. حتى مش بتلاقوا مكان لوقفه السياره، مش بتلاقوا مكان حتى تقفوا فيه للسياره. بصراحه المكان مزدحم جدا جدا جدا. بس صراحه المكان حلو قوي بجد، المكان ممتاز. بيولعوا الفحم الجماعه اهو عشان هنشوي دلوقتي. المكان حلو جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. مكان ممتاز جدا، وشايفين يعني الحاجه حلوه قوي قوي بصراحه. مكان حلو جدا يعني حلو يعني. والاجواء القمريه دي اللي هو بين المغرب هو دلوقتي المغرب اذن على فكره. المغرب حاليا في السعوديه اذن، يعني توقيت بيننا وبين السعوديه ومصر ساعه. هنا المغرب اذن في السعوديه دلوقتي حاليا اذن. بس انا حبيت اشارككم يا جماعه الفيديو الجميل اللطيف ده. يا ريت الناس اللي ما اشتركتش في قناتي تشترك في قناتي، والناس اللي ما بتحطش اللايك تحط اللايك. حطي لايك، حطي لايك كبير. ساره عامله ايه يا ساره؟ دي بنت ساره يا جماعه. قولوا لهم عاملين ايه؟ قولوا لهم عاملين ايه؟ حطوا لنا ايه يا سما؟ دي ساره بنت يا جماعه. شايفين ايه رايكم؟ شبهي صح اهي.
شبهي صح ولا شبه باباها اكتر؟ شبهي ولا شبه باباها اكتر يا جماعه؟ البت كانت هتاخد الكرسي من تحتيها، البت السافله عايزه تعملها في ماما، تعملها في ماما يا ساره، اخس عليكي، عايزه تعملها في امها توقعها. ابو ساره خلص السفان دي كله، انت خلصت السفان دي كله يا ابو ساره. خلصت السفان دي كله. بس يا جماعه دي كانت فقرتنا من وادي نمار، وانتظرونا في فيديوهات جديده، ومع السلامه.